الخيانة أحيانا ما بتدخلش البيت من الباب، ممكن تدخل من فجوة صغيرة، والفجوة دي اسمها السكوت. قبل ما أبدأ خليني أسألك سؤال: هل الخيانة لحظة ضعف ولا نتيجة تراكمات محدش رضى يواجهها؟ القصة دي اتحكت لي بكل تفاصيلها، صاحبتها قالت لي اكتبي كل حاجة حتى اللي يوجعني. قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا متابعة وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. كنت متجوزة بقالي 7 سنين، جوازة هادية زيادة عن اللزوم، لا صوت عالي ولا مشاكل ولا خناق. وكان الموضوع ده بالنسبة لجوزي كان شايف ان الهدوء نعمة، وانا كنت حاسة انه مسافة. كان بيرجع من الشغل تعبان، يقعد شوية ويمسك الموبايل وانا جنبه، بس مش سامعاه ولا معاه. كنت محتاجة كلمة، نظرة، سؤال حقيقي، مش اكلتي ولا البيت محتاج حاجة. احتياج بسيط بس لما بيطول بيبقى وجع. وانا في يوم وانا في مكان عادي جدا، حد سألني سؤال: انت كويسة؟ حاسس ان في حاجة مضايقاكي؟ السؤال وقفني، لان اكتشفت اني ما سمعتش الجملة دي من زمان. رديت عادي، بس الكلام فتح كلام، والكلام فتح فضفضة، وانا من غير ما احس كنت بحكي اكتر من المفروض. ما كانش في لمس ولا وعد ولا اعتراف، بس كان في اهتمام، كان في حد بيسمع من غير ما يبص في الساعة. كل مرة كنت ارجع البيت واقعد جنب جوزي احس ان في حاجز، مش شايفاه بس حاسة بيه. بدأت اخبي حاجات صغيرة، مش خيانة صريحة لكن اسرار، ضحكة بكتمها، رسالة بمسحها، ومكالمة بأجلها لما بيكون موجود. الخيانة ما بدأتش بحد تالت، بدأت لما بطلت اشتكي في بيتي. جوزي بدأ يحس، مش لأن عنده دليل لكن لأن القرب اتبدل. كنت موجودة بس بدماغي، مش بقلبي ولا بعقلي. كنت موجودة بس دماغي بعيدة. أسئلته بقت تقيلة، وصمتي بقى أطول. في ليلة صح على نور التليفون، كنت ماسكاه وبضحك ضحكة مش متعودة تطلع في البيت. ما قالش حاجة بس قلبه قال. من يومها بقى بيراقب التغيير، مش في التليفون لكن فيا. رجوع متأخر وتوتر وحساسية زيادة، كأني بخاف يتقرب. وفي يوم رجع بدري، البيت كان هادي وأنا متلخبطة، مش في مكاني ولا في هدوئي. بصلي وقالي بهدوء، كأنه بيعتذر قبل ما يسأل: أنا حاسس إن في حد واخد مكاني، هو أنا غلطت في حقك؟ السؤال كسرني، لأني كنت مستنية اتهام مش وجع. طلب يشوف التليفون، مش بعصبية ولا تهديد، وطلب واحد لسه بيحب. اديتهوله، مش لأن الرسائل فاضحة لكن لأن الإحساس كان أوضح من أي كلام. قرا شوية وساب شوية، وقفل الموبايل وحطه على الترابيزة وقعد ساكت. السكوت كان أطول وأقسى من أي خناقة. بعد أيام ساب البيت، مش عشان يمشي لكن عشان يفهم هو لسه ينفع ولا لأ. وقتها ساب لي رسالة وقال لي: أنا ما كنتش محتاج دليل عشان أعرف، كنت محتاج إحساسك يرجع زي الأول. وجعي مش إنك كلمتي حد، وجعي إنك اخترتي تحكي لغيري قبل ما تيجي تقولي إنك تعبانة. يمكن قصرت ويمكن كنت مشغول، بس عمري ما كنت غايب ولا ناوي أسيب. الخيانة مش في الرسالة، الخيانة إنك خليتي حد غريب يعرف عنك أكتر مني. أنا محتاج وقت، مش عشان أقرر أمشي ولا أكمل، لكن عشان أعرف إزاي أثق تاني في نفس البيت ونفس الصوت.
القصة ما انتهتش بوضوح. عايزة اعرف ايه رأيكم في موقف الزوج. في قصص بتكمل وفي قصص بتقف، بس في حاجة واحدة اكيدة: الخيانة مش دايما فعل واضح. احيانا هي اختيار اننا نسكت وندور على الاهتمام برا بدل ما نواجه جوه. لو في فراغ اتكلموا، ولو في وجع واجهه قبل ما تتحولوا من شخص محتاج لشخص مذنب. وعايزة اسألكوا سؤال: هل الخيانة بتبدأ من رسالة ولا من اول احساس ان البيت ما بقاش امان؟ لو عجبتكم قصتنا وحابين تكملوا معانا، متنسوش تعملوا متابعة وتشتركوا في القناة، ولو حد عنده قصة يبعتها واحنا نطلع نحكيها ونشوف رأي الناس مع بعض.